السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قضية مغربية. كنتمنى على أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نسافروا لسيدي رحال، وبالضبط في سنة 2009. الوقيته كانت مع 11 ديال النهار، نهار الثلاث. كان واحد السيد مشى باش أنه يطمن على الأخ ديالو، وبمجرد ما غيوصل غيلقاه على أنه جثة هامدة في وسط البيت ديالو اللي كان فوق السطوحة. بمجرد ما غيشوف داكشي ما غيعرف باش غيتبلا. هادشي اللي غيخليه على انه اول حاجه يديرها هي يتصل على الدرك الملكي باش يجيو ويشوفوا اشنو كاين تما وشكون اللي دار الاخ ديالو ديك الحاله. باش نعرفوا تفاصيل قضيه اليوم خليكم معايا على بال، حيت فيها بزاف تاع التفاصيل وبزاف تاع التحريات. كانوا عندنا بزاف تاع المشابه بهم اللي نقدروا نقولوا على انهم ممكن هما اللي يكونوا داروا للضحيه ديك الحاله. وشنا هو المغزى من هذاك الكاس الاخير اللي كاين عندنا في العنوان ديال الحلقه اليوم؟ باش غنعرفوا هادشي هذا كامل والتحريات كيفاش مشات، خليونا نبداو قضيتنا على بركه الله. يوسف 29 سنه، واحد الشاب اللي معروف في المنطقه ديالهم على انه واحد الولد اللي سكايري وما كيتصنتش الهضره ديال والديه، راسو ناشف وديما كيدخل عنده الدراري وعاطينها القصاير. الام ديالو بنفسها كانت كتخاف منه وكانت كتخاف لانه يسكر ويولي ما كيعرفش اشنو كيدير، كان ديما كتطرق عليها بابها وكانوا كيحاولوا على انهم يعطوه اتساع، دايرين ليه واحد البيت في السطح ومخلينه عايش ترونكيل. هذا هو الضحيه ديالنا اليوم اللي كان الاخ ديالو عبدو جاي باش انه يطمن عليه ويشوف الدار اشنو كاين فيها، حتى غيتفاجئ على انه جثه هامده في البيت ديالو. عبدو من بعد ما كان شاف الاخ ديالو في ديك الحاله اتصل على جدارميه باش يجيو ويشوفوا اشنو كاين تما واش كاين اللي داير الاخ ديالو هذيك الحاله. جدارمية من بعد ما غادي يجيهم هذاك الاتصال غيمشيو على وجه السرعه لعين المكان. هناك غادي يلقاو على ان فعلا يوسف جثه هامده مطعون جوج ديال الطعنات للصدر ديالو وعنده ضربه في اليد. هادشي كيبين على ان كان واحد الشجار بينه وبين هذاك اللي دار ليه ديك الحاله. مبدئيا جدارمية كيشوفوا هنا ولهيه كيلقاو على انها كانت واحد القصاره او لا واحد الليله خمريه، بزاف تاع القرايه تاع الشراب، كيسان، كارو والدنيا مبهدله، وكاينين شي تقيوتات من هنا ومن لهيه. غيحاولوا على انهم ياخذوا هذوك القراعي والكيسان واي حاجه كاينه تما باش انهم ياخذوا هذوك البصمات اللي كاينين تما باش يشوفوا شكون هو هذا او لا هذه اللي كانت قصاره معاه في هذيك الليله. طبعا احنا مازال ما عرفناش واش كانت بنت ولا راجل، هادشي هذا غادي يبان من هنا للقدام. جدارمية بالمساعدة ديال رجال مسرح الجريمة من بعد ما غادي ياخدوا كاع داكشي اللي غادي يفيدهم في البحث ديالهم، غياخدوا اذن عند النيابة العامة باش ان الجثة تمشي لمستودع الاموات يتم التشريح ديالها ويعرفوا الملابسات ديال هاد الجريمة كاملة. دابا غادي يبداو يسولوا اول واحد اللي كان اتصل عليهم وهو اللي خبرهم بهذا الخبر هذا، قال لهم باللي راه ها شنو لقيت وها شنو لقيت. طبعا حنا كنهضروا دابا على عبدو اللي هو الاخ المتوسط ديال يوسف. غادي يسولوه كيفاش درتي حتى لقيتي الاخ ديالك واش جابك عنده، واش انت ساكن معاه ولا بوحديتك؟ فغادي يجاوب هنا عبدو ويقول على انه ساكن بوحديته حتى هو في واحد المنطقه اللي قريبه لسيدي رحال واللي كان الاسم ديالها دوار القوه. غيقول لهم على انني ساكن تما ووالديا ساكنين في هاد الدار هادي. انا جيت بحكم ان الام ديالي واختي الصغيره مشاو لعند خويا للسطات، دوزو معاه تما واحد 4 ايام، والوالده قالت لي على انني نبقى نمشي مره نطمن على الدار وحتى على الاخ ديالي. فهادشي اللي درت، جيت باش انني نشوف واش كلشي هو هذاك، بحكم ان الاخ ديالي كيبقى يدخل من ولا وكيسكر وكيدير البلاوي الكحله، فداكشي علاش كنت كنجي وكنشوف واش كلشي هو هذاك او لا، بحكم انني كنخاف على انه يدخل للدار ويجيب شي واحد ويبقى جالسين ويقصروا ينسى راسو والاخر يسرق الدار. واخا ان الام ديالي كانت كتسور تبيت النعاس ديالها عاد كي كتمشي، ولكن واخا هكاك للاحتياط كنت كنجي وكنشوف واش كلشي هو هذاك، وحتى هو كان كيعرفني انني غادي نجي، فداكشي علاش ما كان كيدير حتى شي حاجه. فغادي يسولوه واش نتايا عارف شي حد اللي غادي يكون دار الاخ ديالك هكا؟
فقال على ان الاخ ديالو عنده بزاف ديال الرفايق اللي ما مزيانينش واللي تا هما غاديين معاه في نفس الطريق، كيسكروا كيشربوا كيديروا العجب الكحل. من بعد هذا الاستجواب اللي كان مع الاخ ديال الضحيه، غادي يمشيو دابا لعند الام والاخت ديالو اللي كانوا يلاه كيجاو من مدينه سطات من عند الاخ الكبير ديالهم. غادي يسولوهم نتوما فين كنتو في هاد الايام، فغيقولوا على انهم كانوا في مدينه سطات عند الولد ديالها الكبير، كانوا جلسوا معه هاد الايام وكانوا كيقولوا لعبدو على انه يمشي ويشوف واش الدنيا هانيه ولا لا، وحتى غيعيط لينا ويقول على ان الاخ ديالو لقاه مقتول ومن موراه حنا جينا باش نشوفوا شنو كاين. الام هنايا غادي يبداو يسولوها الولد ديالك مع من كيترافق، فغادي تقول انه كيترافق مع فلان وفرتلان وعلان وهذا وهذا، وراه كاينين شي ناس لا اصلا تيجيو عندهم ما تنشوفهمش. غادي يسولوها واش عنده شي صديقه او لا شي خليله ديالو، غتقول على انها ما عارفاش وهو ما تيعاود ليهاش كل شيء، فبالتالي هي ما عارفاش اشنو كاين. الشرطه من بعد ما غادي يسولوها وغياخذوا اقوالها غيلقاو على انها ما فادتهم بوالو، لا هي ولا الاخت الصغيره. هادشي اللي غادي يخليهم على انهم يمشيو لعند العم ديالو اللي ساكن معاهم في نفس الاقامه. قبل ما غنمشيو للتصريحات ديال العم، خليني نشرح لكم بعد هاد الدار كيفاش كانت دايره وكيفاش كانوا هاد الناس ساكنين. هاد الدار هادي متكونه من جوج ديال الطبقات، وكانت هاد الدار ملك لجوج ديال الخوت. الاخ الكبير كان ساكن لتحت واللي صغر منه كان ساكن للفوق، وهذا اللي صغر منه هو الاب ديال الضحيه اللي هو يوسف. المهم هاد جوج ديال الخوت كما قلت لكم كل واحد الطبقه ديالو، ولكن السطح كان مشروك. الاب ديال يوسف خدا النص ديالو وبنى لولدو داك البيت، دار فيه القصدير من الفوق وخلاه ساكن ويدير كاع داكشي اللي قال ليه راسو. قالوا على انهم اللهم يبقى يدير داكشي في قلب الدار، والصداع ديالو ومشاكله يبقاو تمايا، ولا يصدق داير داكشي في الزنقه ويجيب لهم شي بلوه كحله. هادشي اللي خلاهم يفكروا انهم يديروا ليه داك البيت تما في السطح. اما بالنسبه للعم ديالو فكان النص ديالو ديال السطح مخليه خاوي غير كينشر فيه الحويجات تاعو. فهنايا من بعد ما غادي يكونوا سولوا العم وغادي يقولوا ليه واش سمعتي شي حاجه، واش شتي شي حاجه، بان لك شي حد طالع، غيقول على ان الباب ديالو بوحديتو، اما الباب ديال الاخ ديالو فبوحدو. نعم عنده سوارت ديال الدار حتى ديال الاخ ديالو، ولكن ماشي كامله، غير الباب ديال برا بحكم ان السطح مشروك وخاصو يطلع باش انه ينشر. اما بالنسبه ليه هو فما شاف ولا سمع. قال على ان ممكن في هذيك اللحظه اللي هو كان داك الشجار ولا شي حاجه هما اما كانوا ناعسين او لا اصلا داك الشجار ما كانش بصوت عالي، حيت حتى الجيران ما كانوا سمعوا والو. غادي يسولوه واش كنتي تشوف على ان هذا السيد هذا تيدخل الناس كثار، تيدخل شي بنت شي حاجه بحال هكا، فغيقول على انه كيدخل بزاف تاع الدراري وكل مره طالع والنازل، وحتى انا ولدي راه جالس معايا وما تنخليهش على انه يطلع عنده او لا يشارك معاه الهضره، بحكم ان ولدي غادي شاد الطريق اللي هي مزيانه وتيقرا مزيان، فما بغيتوش يتبع هذيك الطريق ديال ولد عمو. هادشي اللي غادي يخليه نشاط على انهم يمشيو حتى لعند ولده وبداو يسولوه ويقولوا له فين كنتي نتايا في هاد اليومين هادي، فغيقول على انه كان غير في الدار مع والديه، وباللي كان كيمشي من الجامعه للدار من الدار للجامعه. اما بالنسبه لولد عمو فما كانش كيتلاقى معاه او لا كيرافقه، وبيناتهم غير السلام وصافي. سولوه واش كطلع عنده الفوق للبيت ديالو، فقال لا ما عمرو طلع عنده، ما كاين لا شي يطلع عنده، بحكم ان ولد عمو عنده اتجاهات وهو اتجاهات اخرين وما كاين شي حاجه اللي تشرك بيناتهم باش يجلس معاه تمايا. الجدارميه دابا غادي يسولوا على الاب، فين هو الاب ديالكم، واش ميت ولا اشنو؟ فغيقولوا على ان الاب ديالنا كاين في مدينه اخرى، بحكم انه شريك مع واحد الاخ ديالو في واحد الارض زراعيه، فهذاك الشيء علاش كيمشي باش كيحرثها ويجبد غلتها وكاع داكشي اللي كاين تما، فمعظم الوقت كيكون تما في هذيك الارض، والاغلبيه كيكون تما حيت هذاك هو المصدر الرزق ديالنا. فغادي يقولوا لهم هو امتى اخر مره كان هنايا، فغيقول على انه كان نهار فلاني وبلي تقريبا دابا هذه علين سيمانه ما كانش عندنا في الدار. المهم من بعد هاد الاقوال اللي كانوا خداوها من عند العائله كامله غيرجعوا ثاني عند الام وغادي يسولوها واش متاكده على ان الابن ديالك ما كتشوفيه مع حتى شي وحده، حيت هاد الشيء هذا اللي بان لنا راه ماشي هو هذاك، كاينين تما سجائر وكتبات لنا بحال شي قصاره هذيك. فغادي تتاكد وتقول لهم على ان فعلا ما كاين حتى شي حاجه من هاد الهضره، وباللي ولدها ما كيقول لها والو، وحتى ولو كاع كان جاب شي بنت فهي ما كانتش اصلا، كانت في مدينه سطات وما شافت حتى شي حاجه. وغتقول لهم غير هكاك انا ولدي راه كان راسو ناشف وقاصح، كان ملي كيطلع عنده صحابو انا راه كنت كنخاف وكنسد عليا بابي، كنت كنقول له هذاك الله ولدي اش هادشي هذا كدير فيه راه غادي يديك للهلاك. تقول لي ماشي شغلك،
انا عارف اشنو كندير، نتوما غير دخلوا سوق راسكم وخليوني عليكم. كنقول ليها ولدي راه اختك معنا في الدار وما يمكنش على انك كل مره طلع لنا صاروفه، راه ما كنعرفوش اشنو غادي يطرا، وبالخصوص ملي يسكروا ويهبطوا لينا حنا يديروا لنا شي حاجه. كيقول لي ايوا اختي قول لها تسد عليها بيتها وتجلس، مالي انايا كاين معاها يا كاين في السطح، تعطيوني اتساع وخليوني ندير اللي بغيت. كنت انا براسي للام ديالو كنخاف منه، ملي هو كيطلع وكيبدا يسكر مع صحابو كنت كنطرق عليا الباب وما تنخليهش يدخل، كنخاف على ان الشيطان يغرو ويدير لينا شي حاجه. بحكم هادشي هذا اللي ولينا كنسمعوه ولا كيخلع. الام هادشي هذا كامل اللي قالته كان منطقي وعادي وباين، وخلى جدارمي على انهم ياخذوا الاقوال ديالها ويزيدوا يقلبوا في دي بيست اخرين. طبعا غادي تقولوا لي بالنسبه لدوك الكيسان والقراعي كانوا فيهم بصمات، خصنا نعرفوا هذوك البصمات اشنو كانوا ولمن تيعودوا. وغير هذوك البصمات ديال الكيسان والقراعي غيكونوا خداو حتى البصمات اللي كاينين في البيت كامل، وهناك غيكتشفوا على ان هذاك البيت بالقراعي بكل شيء كيتوفر على 4 ديال البصمات من غير البصمه ديال الضحيه. فهاد الشيء هذا اللي غادي يخليهم على انهم يقولوا باللي نشوفوا شكون هما اصحاب هاد 4 البصمات لربما نطيحوا في المجرم. اول بصمه كانت ديال الاخ ديالو عبدو، وثاني بصمه كانت ديال الام ديالو. من بعد ما بداو يقولوا معهم تحريات واسئله عرفوا على ان هاد جوج ديال الناس سي نورمال تكون البصمه ديالتهم تما، حيت راهم ساكنين في دار وحده وكيطلعوا عنده. عبدو قال على انه ديما كيكون عند خوه باش انه كيشوف واش الدنيا هي هذيك واش كلشي هو هذاك. الام حتى هي قالت بلي مره كتطلع باش كتجبد ليه الحوايج وتهز داكشي اللي موسخ وتهبطو باش انه يتصبن. فبالتالي هاد جوج ديال البصمات طبيعي وعادي انهم يكونوا تما. جوج ديال البصمات الثانيين اللي باقيين خاصهم يعرفوهم. البصمه الاولى كانت ديال ولد عمو، وهذا ولد عمو هذا قالوا على انهم ما كيطلعش عنده وباللي ما عنده حتى شي علاقه به. هادشي اللي غادي يخليه هنا جدارميه يقولوا ايوا هاد البصمه هادي كتقولوا على ان هاد ولد عمو هذا ما عنده حتى شي علاقه به وما كيمشيش معاه ما كيجمع معاه وسهمو ماشي من سهمو، فبالتالي اش كدير البصمه ديالته هنايا؟ هادشي اللي غيخليهم على انهم يمشيو يجيبوا داك ولد عمو ويبداو معاه بالتحريات، يقولوا له اش جاب البصمه ديالتك لهنايا في هاد البيت هذا. فالدري هنا بكل بساطه غيقول لهم انا غنقول لكم كلشي ونعاود لكم اشنو طرا بالضبط. قال لهم اودي كنت جالس جيت من لافاك حتى غادي يجي عندي ولد عمي عبدو وغيقول لي على ان الريسبتور ديال الام ديالو ما بقاش خدام، بلي هذاك التبصيل دار وخاصني نعاونو باش اننا نقادوه. قال لي على اننا طلعنا فعلا للسطح، بقيت شاد ليه انا داك التبصيل وكنحاول على اننا نحركو ونرجعوا السينيال، لكن ولد عمي عبدو قال لي شوف عرفتي اش غادي دير، غادي نحولوا هادشي هذا كامل نقادوه في البيت ديال خويا يوسف، نديروه تما عنده في التلفازه حتى نقادو السينيال عاد ديك الساعات نعاودو نركبوا كلشي بديال الوالده. قال لي صافي واخا. فقال له شوف انت غادي تدخل البيت النعاس ديال يوسف وغادي تبقى شاد ليا وغادي تقول لي واش السينيال جا ولا لا، وانا من الفوق راني غادي نبقى نقاد في التبصيل. قال لهم هادشي اللي طرا فعلا، بقينا جالسين تنتقادلو معاه حتى قاديناه، من موراها رجعنا كل حاجه لبلاصتها. هادشي اللي خلى هنايا جدارميه على انهم يهضروا مع عبدو تاني ويجيبوه بوحديته ويسولوه ويقولوا له واش فعلا هادشي هذا طرا وكيفاش وكيفاش ونهار فلاني. فغيقول لهم عبدو باللي وغيأكد الكلام اللي قال ولد عمو باللي فعلا هو اللي كان طلبوا على انه يعاونوا ويقد معاه السينيال ديال الشاشه حيت كانت هربات وكي كان الريح والتخربيقه بحال هكا، داكشي علاش ما كانش شاد ليهم مزيان. وفعلا ولد عمو عاونوا وهو اللي كان دخل البيت وكان شاد ليه باش كيشوف واش السينيال رجع او لا. فبالتالي هنا جدارميه لقاو راسهم عاوتاني على ان ولد عمو ما عنده حتى شي علاقه وباللي ديك البصمه ديالو اللي كاينه تما عندها مبرر وعندها علاش تكون، حيت مشى غير باش يعاون وما عنده حتى شي علاقه بالجريمه. البصمه الرابعه اللي غادي تخرج لينا هنا كانت لواحد الصديق ديالو. هاد الصديق ديالو كان الاسم ديالو مراد. غادي يحاولوا على انهم يعرفوا فين هو هاد مراد وبداو يقلبوا عليه، غادي يلقاو السيد غبر ليه الاثار وما بقاش كيبان في الدرب. غيسولوا عليه العائله ديالو وغيقولوا على انهم من داك النهار اللي طرات فيه الجريمه غبر ليه الاثار وما بقيناش عاودنا شفناه. غادي يدار واحد المذكره البحث في حق مراد باش انهم يشوفوا فين هو ويلقيو القبض عليه. من بعد تقريبا واحد السيمانه فعلا جدارميه غيتمكنوا على انهم يشدوه ويجيبوه لعندهم باش يبداو معاه الاستجواب. لكن
راه ماشي غير مراد هو الوحيد اللي كانوا داروا معاه هاد الحاله، راه داروها مع بزاف تاع الشباب اللي كانوا من الاصدقاء ديال يوسف، حيت مجرد ما سمعوا على ان يوسف لقوه مقتول، ها اللي هرب، ها اللي نكر، ها اللي خرج، ها اللي كيقول ماشي صاحبي، كل واحد اشنو تيقول. يعني كاع دوك صحابو اللي كانوا داروا معاهم استجوابات وفين كنتو منين جيتو، هذا كاين اللي كيقول انا ما شفتوش وانا شحال هادي ما درتو، وكاين اللي اصلا ما لقاوهش هرب بالخلعه. فبالتالي حتى داك مراد لقاوه هارب، قال ممكن غير الخلعه اللي دارت ليه هكاك، لكن واخا هكاك كان مشكوك في امره، ممكن هو اللي غادي يكون داير هاد الفعله هادي. من بعد ما غادي يجيبوه غادي يكونوا لقاوه اصلا عند واحد صاحبو في مدينه كازا، غادي يجيبوه يقرقبوا عليه اجي لهنايا خويا، وغيبداو معاه الاستجواب. في الاستجواب ديالهم مع مراد، فين كنتي وعلاش هربتي، داك النهار بالضبط اللي طرات فيه الجريمه انت فين كنتي. مراد ما غاديش يتزايد معاهم في الهضره، غيجيهم من الاخر ومن التالي يقول لهم شوفوا انا غنعاود لكم كل شيء اشنو طرا، وغنعاود لكم بالضبط، وهذا الشيء هذا اللي طرا راه كان غير سوء تفاهم وكان غير غلط، وانا ما قصدتش انني ندير ليه هاد الحاله هادي. قالوا ليه ايوا عاود لينا وقول لنا اشنو طرا. قال على انه بهذيك الليله ديال نهار 3 قال لهم على اننا درت انا ويوسف غادي نجي لعندو للدار وغادي نجيبو الشراب وغادي نسكرو هذيك الليله نقصرو، من بعد غادي نمشي بحالاتي، بحكم ان الام ديالو والاخت ديالو ما كايناش، وبا حتى هو كاين في البلاصه اللي كيفلح فيها، فالدار كانت خاويه. قال لي ديال المناسبه فين نقصروا مع بعضياتنا. مشى يوسف شرا الشراب، شرا كاع داكشي اللي خاصنا، وحطينا الطبله وجدناها وقديناها وجلسنا جالسين تنشربوا، تيخوي ليا كاس نخوي ليه كاس، وحنا غاديين هكاك حتى لواحد الوقيته غادي نخوي ليه انا واحد الكاس وغادي نخويه ليه ما عامرش بزاف، وهو غيقول لي واش انت صاحبي جايبك انا عارض عليك وجايبك عندي ومخلص عليك الشراب باش في الاخر غادي تخوي لي جغمه، مالي انا ساعيك جايبوا لي نتايا خويا صاحبي وعمر الكاس. المهم انا هاد الهضره ما عجباتنيش، قلت ليه اش هاد الهضره كتقول، اش دانا حنا انت مخلص ولا ما مخلص، صافي جايب لنا قرعه ولا جوج بزعطه ما غاديش دير لي انا بحال هكاك. ايوا صافي بقينا منوضينها، كلمه منك كلمه منك كلمه مني كلمه منك، جبت انايا الموس ما حسيتش براسي حتى وليت نهددو به، هو بغى يحيدو ليا، هي فين تضرب في يدو، في هذيك الاثناء ملي تضرب في يدو ما حسيت براسي ولا شعرت براسي الا وانا كنسدد ليه طعنات في البطن ديالو، سدد ليه الطعنه الاولى وانا نتبع ليه الطعنه الثانيه، خليته جالس كيموت تما، سديت الباب وخرجت بحالي كأن شيئا لم يكن. من مورا ما دوزت هذيك الليله اللي داز غير بالززع في دارنا، الغد ليه مع النبوري غير طلعت الشمس وانا نمشي بحالتي لعند صاحبي باش نهرب. قلت ممكن على انهم يقولوا باللي انايا، ممكن يقولوا باللي ماشي انايا، ممكن يطيح في شي واحد اخر، المهم داكشي انا اللي خلاني نهرب. فدابا على الاقل هنايا جدرميه عرفوا شكون هو مول الفعله وشكون اللي دار في يوسف هذه الحاله هذه، واعترف اعترافات تفصيليه وقال لهم كاع داكشي بالضبط اللي داروا اعاده تمثيل للجريمه، وبهكا غادي تثبت عليه التهمه على انه هو اللي قاتل الصديق ديالو على قبل الكاس ديال الشراب. وبهكا كيف ما شفتوا القضيه ديالنا سالات، لكن قبل منها غادي نعطيكم الحكم النهائي. بالنسبه للحكم اللي تحكم على الصديق ديال يوسف فكان 25 سنه. وبهكا كما قلت لكم في الاول نكونوا حنا سالينا القضيه ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا عرفتوا شكون هو المجرم، واخا ما كانش باين في الاول، كنتوا غتشكوا في شي حد اخر قولوها ليا، كنتوا ما شاكين في حتى شي واحد وعرفتوا على ان ممكن شي واحد من صحابه هو اللي دار ليه هكاك، ولا كنتوا شاكين على ان شي خليله هي اللي دارت ليه هكا، فخليوها ليا في التعاليق راني كنقرا تعاليقكم كاملين. وهنا نقول لكم شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا حتى لهنا، شكرا لاي واحد كيشجعني، وطبعا غادي نقول للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره وكيعجبهم هذا المحتوى وكيشوفوني كنستاهل، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش العائله ديالنا تزيد تكبر. وهنا غنكونوا حنا وصلنا للاخر تاع هذا الفيديو. نقول لكم كيف ديما خليت لكم الراحه واكن نعاون ربي.